يحدثنا هنا محمد ودزينة بطل دار السلام ل 2010، وهو يحدثنا عن الأميرة رحمها الله لما كانت تعطيه من أهمية فن التبوريدة وارتباطها بأصالة فن التبوريدة. هذا يظهر جليا أن الأسرة العلوية الكريمة كانت تعطي عليها ارتباط كبير بأصالة فن التبوريدة. استمعوا جيدا أصدقائي ورفاقي الكرام لشهادة هذا البطل الكريم حول أصالة فن التبوريدة. الخيل إلا كانوا جايين كيلعبوا، إلا ما كانش العود على العود والراس على الراس، تقول لك هذه ماشي صربة. داكشي كان تيجري لها في الدم، والحمد لله ولاو كلشي اللي ما دارش ديك المعايير باش كتحكم لها لا ما كيركبش وما يخليش المقدم يركب معاه. نعطيك واحد النقطة ديال التحكيم الإخوان كيحكموا تما في المحرك وهي كتحكم من وراهم وكتقول لهم جيبوا لي التنقيط، وكتشوف اللي صابتو عاطي التنقيط كثير في شي صربه كتقول له علاش عطيتي لهذا عطيتي مستحسن ما عطيتيش لا باس به، وكيعطيها الصح كتقول له لا هذا راه دار وهذا وفعلا كيصيبوا داك لافوت. واعدى عندها حاجه وهو المقدم اللي ما تيخرجش البارود. المقدم اللي ما تيخرجش البارود ما كانش ما تقبلوش. تقول لك المقدم خاصو يكون هو الاول سباق في البارود، هو اللي يكون يخرج مع موالي الخيل. اذا كان المقدم يرد عامره هذاك خصو يتقسى شو يحيد، لان البارود هو الاب ديال الصربه، هو الانطلاقه ديال الصربه، هو كل شيء في الصربه، هو المقدم. خاص نكون هي الاولى تخرج وتكون من الاولين. خصوص النصائح ديالها اللي كانت كتوجه للمقدميه، وهي كانت هي الله يرحمها كتقول لك كل منطقه تلعب بالخصوصيات ديالها. نعرف المنطقه ديال الشرقاوه يلعبوا بالشرقاويه، المنطقه ديال الناصريه يلعبوا بالناصريه، المنطقه ديال الحيانيه، كل منطقه خاصهم يلعبوا لا من اللعب ديالهم، لا من ناحيه اللباس، لا من ناحيه كيفاش كيلعبوا بالبنادق، لا بالنسبه للندهه ديال المقدم كيفاش كتكون بالنسبه للمنطقه. كتولي عارفه عين توقف الصربه قدامها في راس المحرك كتعرف اسم الصربه واش من منطقه، وعير ينتقل المقدم عير يدوي كتعرف اسم الصربه واش من منطقه. واللبس حنايا معروفين النواحي ديال الشاويه ورضيغه، ولا بغا نقولوا حتى القلعه. هاد البلاصه كتركب بالحيك والقفتان والسكين والمضمه اللي كيديروا ديال الجلد تتكون مطروزه بالصم. العلاقه اش غنقول لك، العلاقه ديال العود الازرق راه معروفه في المغرب كامل. العود الازرق ديال محمد اي الزينه اللي هو حامل الميداليه الذهبيه في 2010. هذاك العود داك الحب اللي بينه وبين هذاك العود هو كان في شي خصائص ما كايناش في الخيل. كان هذاك العود ملي كتقرص القرصه كيبدا يلعب برجلو اليمنيه ويهزها ويعقب يحط اليسريه ويبقى يبحث حتى لدرجه انا عند المذنب راك فوقو وكنشوفها هي ملي كنقرصو كنشوفها جالسه وحده الطبله وهي هو كيضرب في الارض وهي كتضرب بيدها في الطبله، هو يضرب في الارض وهي كتضرب في يدها بالطبله، تتقلد فيه وكتقول لهذوك الناس اللي حداه تقول لهم شوف ما شاء الله شوف هذا العود كيفاش تعبر على الفرحه ديال الضربه. وكتجي لعندنا الوثاق وكتجلس معنا مسكينه وكتدور على الوثاقات كاملين وكترتاح في الوثاق ديالنا. الضربه وكل شيء عندهم مليح تبارك الله، الطريقه الامازيغيه. واخا البارود احيانا يخونهم، ولكن الطريقه التي يقدم بها هذا